سيدنا إبراهيم يدعي لزوجته السيدة هاجر وابنها الرضيع سيدنا إسماعيل وهو سايبهم في موقف صعب جدا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أول حاجة ربنا ليقيموا الصلاة، يعني ما دعالهمش بالأكل والشرب والدنيا. أول حاجة يقيموا الصلاة، اللي هو عارف إن لو أقاموا الصلاة الدنيا هترتاح، كل حاجة حواليها هتتظبط. لو هم حققوا الصلاة أصلا خلاص، البداية الصلاة في كل شيء. طب تعالى أقول لك كمان، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني طول الوقت ابنك ركز معاه. صليتي أخبار الصلاة إيه؟ وتبدأي تتكلمي معاهم عن الصلاة وتحببيهم في ربنا سبحانه وتعالى عشان هم أصلا يروحوا لربنا بالحب. طول الوقت إحنا لساننا مش بيسكت مع الأولاد. طيب أنا مش فاضية أعمل كده، عشان كده ربنا رد عليكي قبل ما أنت تسألي السؤال ده، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، عشان يعرفك الأولوية. حتى لو ده هياخد من وقت شغلك، الأولوية إنك تقيم الصلاة في البيت. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. اعمل وقت لأولادك، اقعد معاهم، اتكلم معاهم عن ربنا سبحانه وتعالى. تخيلي كده حضرتك أنا صاحبة الشغل وجاية بقولك إيه، تعالي أنا عايزاكي في وقت الشغل بتاعك، عايزاكي تيجي معايا المكان الفلاني. هتروحي معايا ولا هتقولي لا معلش أنا في وقت الشغل؟ هتيجي معايا ليه؟ لان انا صاحبه الشغل، هاخدك معايا ومش هقطع من فلوسك ولا الحاجات. الراتب بتاعك هيروح زي ما هو مين صاحب الشغل؟ الله سبحانه وتعالى. هو مين صاحب الحياه؟ انا هتقولوا معلش اصل مش فاضيه عندي شغل. ازاي؟ طيب عايزه اقول لك ان الصلاه هي الاولويه وكل حاجه بتدور حواليها. التكليف الاول في الصلاه كنا هنبقى في 50 صلاه، يعني معنى كده كنت هتفضلي طول اليوم تصلي والحاجات التانيه بعد الصلاه. يعني انت اصلا مخلوقه علشان الصلاه والحاجات التانيه بعد الصلاه. ان كل الاوقات، اوقات اليوم، هقابلك الساعه 1 بعد الظهر، هقابلك الساعه 4 بعد العصر، صح؟ الصلاه مهيمنه على كل حاجه، مهيمنه ومسيطره على حياتنا. الاتصال الروحي اللي بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى مسيطر على كل الدنيا.